انت عامل كده ليه؟ انت شارب ايه؟ انا شارب سيجارة بني وحاسس ان دماغي بتاكلني. وانا اللي كنت مفكراك انك جد وقاسي. قاسي 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 وجرح احساسي راح اسيبه يقاسي. بس ايه يا ابني، هو احنا في برنامج مواهب ولا ايه؟ قرب لها قصي وحاسس ساعتها ان هو رجع لوعيه. دلوقتي اللي يتجوز امي اقول له يا عمي، طب اللي تتجوز ابويا بقى اقول لها يا ايه؟ اقول لها يا عمته. ايوه يا بطل. تعرف يا قصي، انت بعد الهبل اللي عملته ده نزلت من نظري. هاي. طب ما توطيلي. يا ابني انا قلبي مش لعبة باللي انت بتعمله ده. عينك كموج البحر تسحبني لأعماقها، وكعسل الجبال تجعلني أذوب بحالها. تعالى معايا يلا عشان تطلع اوضتك. وقلبها دق من كلامه، وواخداه مطلعاه اوضته. يعني انا عندي 29 سنة وما خطبتش حتى، والحاج رايح يتجوز وكمان مراته حامل. ده انا شباب بلا هدف. ودخل اوضته وزقته ونام على السرير، والأوضة كلها عبارة عن اسود. جاءنا البيان التالي: سقوط إحدى الأبراج السكنية على يد زوجة أب مجهولة الهوية، وقد أعلنت الجهات الرسمية عن بدء تحريات عن واقع. كان معكم من أرض الحدث قصي الكيلاني، يوفيكم بآخر الأخبار. يا رب الصبر، أنا ماشي عشان ما تشلش. مع السلامة للي عايز يمشي، والمركب اللي تودي ما ترجعش. وبصيت له نورسين بغيظ، ومشيت وسابت له الأوضة. والصبح الساعة 6 كان في أصوات منبهات عالية أوي في كل أوضة كل شاب فيهم. مين اللي حط المنبهات دي في الأوضة بتاعتنا؟ للاستيقاظ مبكرا 7 فوائد. صحيح أنا مش عارفة ايه هما، بس يلا مش مشكلة. وانتي بأي حق تدخلي أوضتنا أصلا؟ بحق إن القصر ده بتاعي ومكتوب باسمي أنا وابني. وبعدين يا قصي، انت بعد اللي عملته امبارح ده ما تتكلمش خالص. كلهم بصولها بصدمة. ايه ده؟ هو انتي مرات اب بجد ولا ايه؟ اه مرات اب بجد. وبالنسبة للمنبه اللي انا حاطاه ده، فانا حاطاه عشان تعرفوا ان الفطار كل يوم بميعاد. يعني كل يوم الساعة 6 الفطار هيتحط، 6:30 هيتشال. اه حاجة كمان، انا اديت للخدم اجازة، يعني لو اتأخرتوا على ميعاد اي وجبة هتعملوا اكلكم بنفسكم. وكمان بالنسبة لنظافة الغرف فدي مهمتكم انتوا. انا ماشي، عشان لو فضلت هنا كتير هعمل جريمة. بصيت له نسرين وضحكت. سكة السلامة، شفت انا منك انت ياما. يلا بالسلامة ورد الباب وراك. بصلها قصي بغيظ، انما فارس بقى فقعد يضحك كتير قوي. ودقايق وقصي نزل راح على شركته. محضر لنا فطار ايه بقى النهارده؟ فول وطعمية. فول وطعمية؟ بس احنا ما بناكلش الاكل ده. خلاص، كل عيش وجبنة. لا يا اختي شكرا، انا همشي افطر برا احسن. انت مشيت كده يعني؟ ماشي يا اسطى، افطر برا. طبعا الكلام ده مش ليك انت يا نوح، انا هقوم اجيب لك فطارك. انتي بتعملي معانا كده ليه؟ عشان انتوا ما تربتوش يا نوح، مش مقدرين النعمة اللي انتوا فيها، وخدتوا وفاة والدتكوا حجة اللي بتعملوه. انا زيكم، والدي توفى من سنتين، وبعدها بشهرين والدتي ماتت، وعشت لوحدي من غير اخ او سند. بشتغل وبصرف على نفسي، وبرجع اقعد في البيت لوحدي. وبعدها اتجوزت وانا برضو لوحدي. انت يمكن وفاة مامتك اثر عليك عشان كنت صغير، بس انت عندك والدك واخواتك يملوا حياتك، غيرك مش لاقي. بس هي وحشتني قوي،
انا ملحقتش اشبع منها، وبابا كان دايما في الشغل، واخواتي كل واحد في حياته ويسيبوني لوحدي. انا عارفة ان محدش يقدر يعوض الام، بس ممكن تعتبرني زيها. وبعدين انا عارفة اني لسه صغيرة وامورة، بس عادي يا اسطى، اهو اجرب فيك شوية عشان لما ابني يجي. وفضلت تضحكه شوية. تعرف يا نوح، انا عملت انجاز ان اسمعك بتتكلم وتضحك في نفس اليوم. المهم يا اسطى، انا عايزاك في صفي، عشان ذئاب الجبل دول مش هيرحموني بعد اللي هيحصل لهم دلوقتي. ليه؟ هو انت عملتي فيهم ايه؟ تعالى ناكل وكمان شوية هتلاقيهم عندك يا باشا. وقعدوا يفطروا مع بعض، وبعد ما فطروا عملت فشار وقاعدين بيتفرجوا على التلفزيون. انت ازاي تقفلي الحسابات بتاعتنا في البنك؟ انت ما تعرفيش كان شكلي عامل ازاي قدام صحابي وانا بدفع الحساب والعامل بيقولي الكريدت مش شغال. بعيدا عن الهبل بتاعك ده واسلوبك الهمجي، فانا قفلت كل الحسابات بتاعتكم. يعني الكريدت كارد بتاعتكم ملهاش لازمة، غير طبعا بتاعة الاخ كوسي عشان هيكون عليها مرتبه اللي زمانه صرف نصه على عزومتك. وطبعا هو هيكون ملزم انه يصرف على البيت بما ان باباكم سافر، لكن نوح هياخد مصروفه مني، وانت كمان هتاخد مصروف زي نوح بما انك طالب زيه. اما بالنسبة لكلمتك بأي حق فهو حقي، بما اني مرات صاحب الفلوس دي كلها وام ابنه او بنته. وبابا موافق على الكلام ده؟ طبعا موافق. هو انا اقدر اعمل حاجة من غير ما هشوم يعرف؟ بصولها باستفزاز وغيظ. مر اسبوع، قضاه فارس في البيت، لانه طبعا معهوش فلوس يصرف على صحابه كالعادة. انما كوسي بقى كان بيروح الشركة ويرجع على طول القصر، ما كانش بيقدر يصرف حاجة من مرتبه، لان من اول الشهر هو ملزم بطلبات البيت. كان فارس بيتكلم مع صاحبه وعرفه ان والده اتجوز، بس ما عرفوش التفاصيل بالظبط. وهي مرات ابوك دي حامل يا اسطى؟ اه حامل. وزمانها بقى واكلة دماغ ابوك ومخليه يكتب لها كل حاجة باسمها، وانتوا تطلعوا من المولد بلا حمص. دي لو ما كانتش كمان خليته يكتب لها القصر باسمها، ولما يموت تطردكوا منه في الشارع. فعلا هو كاتب لها القصر باسمها. طب احنا هنعمل ايه؟ طبعا انت عارف انك اخويا وصاحبي ويهمني مصلحتك، عشان كده انا هقولك على الحل. ايه هو؟ تخليها تسقط، يعني مثلا تزقها من على السلم من غير ما حد ياخد باله، تخليها ماشية من قدامك تزحلقها توقعها على بطنها، اي حاجة من دي يعني. المهم لما تسقط تقول لابوك ان هي كانت مهملة ومش مهتمة، فيطلقها وترجعوا لحياتكم الطبيعية تاني. بس مش حرام ان ابنها يموت؟ وكمان هي ممكن يحصل لها حاجة. ما تخافش يا صاحبي، مش هيحصل لها حاجة. وبعدين هو مش حرام لما ابوك يكتب لها هي وابنها كل حاجة وانتوا لأ؟ قفل مع صاحب المكالمة. هو بيفكر في الموضوع ومش عارف هيعمله ازاي، وقطع تفكيره صوت نورسين وهي بتنادي عليهم. طبعا انتوا عارفين ان الخدامين في اجازة، وبقالهم اسبوع احنا محتاجين ننضف القصر. واحنا المفروض نعمل ايه يعني؟ هنروق القصر. نعم، انت عايزانا ننضف القصر كله؟ اه يا برنس، ما هو مفيش خدامين، فهنساعد نفسنا بنفسنا بقى. ويلا بقى كل واحد يطلع ينضف اوضته. وبعد ساعتين اتجمعوا التلاتة وهدومهم كلها مليانة تراب. عارفين بشكلكوا ده بتفكروني بالجيش. نضفتوا بقى اوضتكوا ولا ايه؟ اه نضفناها. طيب دلوقتي جه ميعاد المهمة الأصعب، وهي ترويق القصر. جاهزين؟ جاهزين يا فندم. أحبك وانت تافه زينا كده. وبعد ما قالت له كده ضربات قلبه زادت، وبيحلم ببني آدمة تكون زيها بالظبط. من كوكب الأرض لقصي باشا، هل تسمعني؟ طبعا زي ما كنت بقول دلوقتي، هنبدأ ترويق القصر، بس قبلها لازم نعمل حاجة. ايه تاني؟
شغل المهرجانات يا اسطى. وشغلوا المهرجانات وقعدوا يرقصوا. ايه يا باشا، هو احنا لازم نشغل انا شارب سيجارة بني عشان تغني وترقص معايا ولا ايه؟ وقصي بص لها بغيظ وحدفها بالشرشوب. وفارس طبعا استغل الفرصة ووقع الجردل اللي فيه مية. واتزحلقت ووقعت على الأرض. وقعدت تقول اه.